غير أن المغرب قد عرف قبل هذه الفترة دخول عدد من اللاجئين القادمين من بعض الدول التي تعرف تدهورا في الأوضاع الأمنية، وإننا نتأسف لحال لبعضهم الذين يعيشون ظروفا صعبة، بل إن عددا منهم يتسولون للحصول على لقمة العيش. وأمام هذا الوضع فإني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف وتقبيل كل أشكال المساعدة لهم، كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع. وفي المقابل فإن عليهم الالتزام بالقوانين المغربية واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي. وكما تم العمل به سابقا، فإن كل ما يثبت في حقه أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية سيتم ترحيله خارج الحدود. وأقصد هنا أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في إصابة الإجرام أو الإرهاب. ورغم ذلك فإن المغرب سيظل كما كان دائما أرضا لاستقبال ضيوفه الوافدين عليه بطريقة شرعية، ولن يكون أرضا للجوء. وبكل واقعية أقول إن لدينا أولوياتنا الداخلية التي نركز جهودنا على معالجتها، كما نعمل على رفع التحديات التي تواجهنا من أجل تمكين المواطن المغربي من أسباب العيش الحر الكريم. ولا يفوتنا هنا أن نوجه تحية إشادة وتقدير لكل الأجهزة الأمنية على تجندها ويقظتها في التصدي لمختلف المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة المس بالنموذج المغربي الذي يشهد العالم بتميزه. كما نؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط، وإنما هو أيضا من واجبات المواطن في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة. وينبغي أن نذكر أيضا أن مواجهة التطرف يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية يقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتربوي مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني. شعبي العزيز، إننا نحمد الله تعالى على ما وهبنا من نعم على أرض المغرب الطيبة، وفي مقدمتها ما خص به الشعب المغربي من خصال الوفاء والتلاحم مع عرشه والغيرة الصادقة على وحدته الوطنية والترابية. فسواء تعلق الأمر بنجاح الجهوية أو بالحفاظ على الأمن والاستقرار، فإن القاسم المشترك هو خدمة المواطن المغربي، وهي أمانة ومسؤولية صارخية علينا جميعا النهوض بها لمواصلة حمل مشعل الثورة المتجددة للملك والشعب من أجل مغرب الوحدة والتضامن والأمن والتقدم. وفي ذلك خير وفاء لروح أبطال هذه الملحمة التاريخية، وفي مقدمتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ووالد المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما، وكافة شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.